لما نتكلم عن شخصية سوبر جيرل، أول حاجة بتيجي في دماغ أغلب الناس إنها مجرد نسخة مؤنثة من سوبرمان. نفس القوة تقريبا ونفس الأصل الكريبتوني ونفس فكرة البطل اللي بينقذ الناس ويدافع عن الأرض. ودي كانت المشكلة اللي وقعت فيها نسخ كتيرة من الشخصية على مدار السنين، لأن بدل ما يحاولوا يخلوا سوبر جيرل شخصية مستقلة ليها هويتها الخاصة، كانوا بيقدموها أحيانا كأنها مجرد سوبرمان، لكن بشكل مختلف شوية. عشان كده لما ظهرت نسخة سوبر جيرل في فيلم ذا فلاش، حسيت ان في حد اخيرا فهم الشخصية دي ممكن تكون مميزة ازاي، وممكن تقدم ايه مختلف عن اي نسخة تانية شفناها قبل كده. قبل ما نتكلم عن نسخة فيلم ذا فلاش، لازم نبص بسرعة على نسخة المسلسل، لان دي اكتر نسخة الناس قضت معاها وقت طويل. مفيش شك ان المسلسل كان عنده مميزات كتيرة جدا، والممثلة كانت مناسبة للشخصية وقدرت تخلي ناس كتير تحب كارا دانفرز. لكن مع الوقت بدأت تحس ان الشخصية بقت محبوسة في اطار معين، البطلة الطيبة اللي دايما عندها الامل، والبطلة اللي بتحاول تعمل الصح مهما حصل، والبطل اللي دايما عندها اجابة لكل مشكلة. ودي صفات حلوة طبعا، لكن لما تفضل متكررة لفترات طويلة الشخصية بتفقد جزء من طاقتها، بتبقى متوقعة، بتعرف هي هتعمل ايه قبل ما تعمله. وده خلى ناس كتير تحس ان الشخصية رغم نجاحها لكنها ما كانتش مميزة بالدرجة الكافية. اما لما نيجي لنسخة ذا فلاش، فالوضع مختلف تماما. اول ما الشخصية بتظهر على الشاشة بتحس انك قدام انسانة اتكسرت واتعذبت واتحرمت من حياتها لسنين طويلة. دي مش البطلة اللي نازلة تنقذ العالم وهي مبتسمة، دي شخصية شايلة غضب وحزن ووحدة وخسارة، وده لوحده خلاها مختلفة عن اي نسخة شفناها قبل كده. الشخصية هنا مش كاملة، عندها مشاكل، عندها ألم، عندها جروح نفسية وواضحة جدا، ودي من الحاجات اللي خلت الجمهور يتعلق بيها. اللي عجبني اكتر ان الفيلم محاولش يقدمها كأنها سوبرمان رقم اتنين، بالعكس الفيلم كان بيقولك بشكل غير مباشر ان دي الشخصية مختلفة تماما، طريقة تفكيرها مختلفة، ردود افعالها مختلفة، حتى نظراتها للعالم مختلفة، لان التجارب اللي مرت بيها مختلفة، ودي نقطة ناس كتيرة بتغفل عنها. الشخصيات مش بتتميز بقواها، الشخصيات بتتميز بتجاربها، وسوبر جيرل في ذا فلاش كانت عندها تجارب أقسى بكتير من اللي شفناها في نسخ تانية. كمان أداء الممثلة ساشا كيلي كان عنصر مهم جدا في نجاح النسخة دي. من غير ما تتكلم كتير قدرت توصل مشاعر كتير، مجرد نظرة منها كانت بتفهمك حجم الألم اللي الشخصية شايلاه. وده شيء مش سهل، في ممثلين بيحتاجوا صفحات حوار كاملة عشان يوصلوا إحساس معين، لكنها كانت قادرة تعمل ده بتعبيرات وشها وطريقة حركتها. حتى شكل الشخصية كان مختلف، الشعر القصير والملامح الحادة والطريقة اللي كانت بتتحرك بيها حسستك انك قدام شخصية خارجة من حرب طويلة، مش بطلة خارقة متعودة على الشهرة او الناس بتسقف لها. وده اللي خلى حضورها قوي جدا على الشاشة. والغريب ان رغم الفيلم اسمه ذا فلاش، في ناس كتيرة خرجت من الفيلم وهي بتتكلم عن سوبر جيرل اكتر من اي شخصية تانية. ودي حاجة مش بتحصل كتير، لما الشخصية الثانوية تخطف الأنظار من بطل الفيلم نفسه، فده معناه إن الشخصية نجحت فعلا. ودلوقتي تعالوا نبص على نسخة جيمس جان الجديدة. الحقيقة إن أكتر حاجة مخلياني متحمس للنسخة دي إنها واضح إنها مش هتمشي على نفس طريقة سوبرمان التقليدية. من الكلام اللي اتقال عن الشخصية واضح إننا قدام نسخة أكتر قسوة وعنف وعندها مشاكل أكتر، ونسخة عاشت ظروف أصعب وخبرات أقسى. ودي نقطة إيجابية جدا، لأن سوبر جيرل أصلا المفروض ما تكونش مجرد نسخة من سوبرمان. سوبرمان غالبا بيمثل الأمل والتفاؤل والثقة في البشر، لكن سوبر جيرل في كتير من القصص بتكون شخصيتها أعقد من كده، وبتكون أكتر غضبا وأقل صبرا وأكثر تمردا، وده اللي واضح إن جيمس جان بيحاول يقدمه. لكن في نفس الوقت لسه ما شفناش الفيلم، لسه ما شفناش الأداء، ولسه ما شفناش ازاي كانت الشخصية هتنجح فعلا ولا لأ، وبالتالي أي حكم دلوقتي هيبقى سابق لأوانه. وعشان كده لما اقارن بين كل النسخ اللي ظهرت لحد النهاردة، هلاقي ان نسخة المسلسل كانت ناجحة ومحبوبة فعلا، لكنها احيانا كانت تقليدية زيادة عن اللزوم. ونسخة جيمس جان شكلها واعدة جدا، لكن لسه ما شفناش نتيجة نهائية. اما نسخة ذا فلاش فهي النسخة الوحيدة اللي شفناها فعلا، وقدرت في وقت قليل جدا تقدم شخصية مختلفة ومستقلة ومليانة مشاعر وصراعات وجروح نفسية وحضور قوي على الشاشة. وده يمكن اكبر سبب بيخليني اشوف انها افضل سوبر جيرل ظهرت على الشاشة لحد دلوقتي، مش لانها الاقوى ومش لانها ظهرت في اكبر عدد من الاعمال، لكن لانها قدرت تعمل اصعب حاجة ممكن اي شخصية تعملها، انها تخليك تهتم بيها وتتعلق بيها وتحس بخسارتها في وقت قصير جدا. قدرت تخليك تتمنى تشوف منها اكتر، تتمنى تعرف قصتها اكتر، تتمنى تشوفها في افلام جديدة.
ودي حاجة نسخ كتيرة فشلت تحققها رغم انها اخدت وقت اطول بكتير. ولو في حاجة اقدر اوصف بيها نسخة سوبر جيرل في ذا فلاش فهي انها كانت شخصية مليانة ألم، لكنها رغم كل اللي مرت بيه ما استسلمتش. كانت شخصية مكسورة لكنها لسه واقفة، وكانت مختلفة بما يكفي انها تثبت انها سوبر جيرل. تقدر تكون شخصية عظيمة لوحدها من غير ما تعيش طول عمرها في ظل سوبرمان. وعشان كده بالنسبة لي ورغم كل النسخ اللي شفناها والنسخ اللي لسه جاية، هتفضل سوبر جيرل بتاعة ذا فلاش هي النسخة اللي قدرت تسيب أكبر أثر وأقوى انطباع في أقل وقت ممكن. ولو بصينا للشخصية بشكل أعمق شوية هنلاقي إن أكتر حاجة ميزتها سوبر جيرل في ذا فلاش إنها كانت شخصية عندها إحساس دائم إنها مش بتنتمي لأي مكان. ودي نقطة مهمة جدا لأن أغلب النسخ سوبر جيرل اللي شفناها قبل كده كانت بتحاول تندمج مع المجتمع وتبني حياة جديدة وتكون صداقات وعلاقات. لكن نسخة ذا فلاش كانت مختلفة، انت طول الوقت حاسس ان شخص ضايع، شخص اتسحب منه كل شيء قبل ما يحصل عليه اصلا، وده بيخلي كل قرار بتاخده الشخصية مفهوم حتى لو كان اندفاعي او عنيف او غير محسوب. وده يمكن السبب اللي خلى ناس كتير تتعاطف معاها بسرعة، لأن الجمهور عادة بيتعلق بالشخصيات اللي بتحاول تقوم بعد السقوط. وهنا كانت حرفيا بتحاول تبدأ حياتها من الصفر، مفيش عيلة ومفيش أصدقاء ومفيش ذكريات حلوة عاشت عليها، مفيش أي حاجة من الحاجات اللي بتدي الإنسان استقرار نفسي، ومع ذلك قدرت تقف على رجليها وتحارب. ومن الحاجات اللي عجبتني كمان ان الفيلم محاولش يخليها آلة قتال خارقة وخلاص، بالعكس كل مرة كان بتنزل معركة كنت حاسس ان عندها دفاع حقيقي، مش مجرد شخصية بتنفذ مشاهد اكشن عشان الجمهور ينبهر بالمؤثرات البصرية. كان فيها مشاعر ورا كل مواجهة، كان فيها غضب ورا كل ضربة، وكان فيها احساس ان الشخصية دي بتحارب عشان حاجة اكبر من نفسها. وعشان كده لما نتكلم عن الحضور على الشاشة لازم نتعرف ان ساشا كيلي قدرت تعمل حاجة مش سهلة خالص، قدرت تخلي الشخصية ملفتة للنظر حتى وهي ساكتة. ودي ميزة مش موجودة عند اي ممثل. في شخصيات كتيرة محتاجة مشاهد طويلة وحوارات كتير عشان تسيب اثر، لكن سوبر جيرل في ذا فلاش كانت احيانا بتسرق المشهد بالكامل من غير ما تقول جملة واحدة. وده بيخلينا نتكلم عن نقطة مهمة جدا، وهي ان الشخصية كان عندها كاريزما طبيعية. الكاريزما هنا مش معناها انها مضحكة او خفيفة الدم، لا، الكاريزما احيانا بتكون في الغموض، بتكون في انك عايز تعرف اكتر عن الشخصية، وعايز تعرف هي مرت بايه، وعايز تعرف ايه اللي وصل لها للحالة دي. وكل ما الفيلم كان بيقدم مشاهد جديدة ليها كنت بتحس انها لسه فيها تفاصيل اكتر مخبياها عننا. الحقيقة ان واحدة من اكبر مشاكل الشخصيات الابطال الخارقين عموما ان احيانا بتبقى مثالية زيادة عن اللزوم، وكل ما الشخصية تبقى مثالية أكتر كل ما تبقى أقل واقعية. لكن سوبر جيرل في ذا فلاش كانت بعيدة عن المثالية دي، وكانت شخصية بتغلط وبتنفعل وبتتصرف بدافع العاطفة أكتر من المنطق، وأحيانا ده اللي خلى تصرفاتها أقرب للإنسان العادي رغم إنها واحدة من أقوى الشخصيات في عالم دي سي. ولو هنتكلم تاني عن النسخة اللي جيمس جان بيجهز لها دلوقتي، فأكتر حاجة مثيرة للاهتمام إنها باين عليها تكامل الاتجاه. ده الاتجاه اللي بيقدم سوبر جيرل كشخصية مختلفة عن سوبرمان بدل ما تكون نسخة منه. ودي نقطة مهمة جدا لأن ناس كتيرة كانت فاهمة إن قوة الشخصية جاية من شبهها بسوبرمان، بينما الحقيقة أكتر إن القصص ناجحة للشخصية كانت القصص اللي ركزت على اختلافها عنه. سوبرمان غالبا بيكون رمز للاستقرار، شخص عارف هو مين وعايز ايه ومقتنع برسالته. لكن سوبر جيرل في اغلب القصص المميزة بتاعتها بتكون لسه بتحاول تكتشف نفسها، بتحاول تفهم مكانها في العالم، بتحاول تتعامل مع فقدان كوكبها وحياتها القديمة، وبيخليها اكتر تعقيدا من ناس كتيرة كانت متخيلاه. وعشان كده عندي فضول اشوف النسخة الجديدة، لان في نفس الوقت عندي اقتناع ان عليها تحدي صعب جدا، لان مهما كانت القصة قوية ومهما كان الانتاج ضخم هتفضل مقارنة الجمهور بشكل تلقائي رايحة لنسخة ذا فلاش، لان النسخة دي خلقت ارتباط عاطفي عند ناس كتير في وقت قصير جدا، والارتباط العاطفي ده اصعب حاجة اي فيلم يحققها. وفي رأيي الشخصي اكبر دليل على نجاح الشخصية مش عدد الافلام اللي ظهرت فيها ولا حجم الايرادات ولا حتى عدد المشاهد القتالية. أكبر دليل على نجاحها إن بعد انتهاء الفيلم بوقت طويل لسه ناس كتيرة بتتكلم عنها، ولسه ناس كتير بتتمنى إنها ترجع، ولسه ناس كتير شايفة إن قصتها ما خلصتش وإن كان عندها إمكانيات أكبر بكتير من اللي شفناه، برغم أصلا إن فيلم ذا فلاش فشل تجاريا. وده شيء نادر جدا يحصل مع شخصية ظهرت في فيلم واحد تقريبا، لأن الطبيعي إن الشخصيات اللي بتعيش سنين طويلة هي اللي بتكسب الشعبية الأكبر. لكن هنا حصل العكس، شخصية ظهرت لفترة قصيرة وقدرت تفرض نفسها وسط أسماء ضخمة جدا وتخلي الجمهور يفتكرها أكتر من شخصيات كانت موجودة قبلها بسنين.
وعلشان كده لما بص على تاريخ سوبر جيرل على الشاشة بحس ان نسخة ذا فلاش كانت نقطة تحول، نقطة اثبتت ان الشخصية دي تقدر تكون اكتر نضجا واكتر عمقا واكتر تأثيرا من الصورة التقليدية اللي اتعودنا نشوفها بيها. واثبتت كمان ان سوبر جيرل مش محتاجة تعتمد على اسم سوبرمان عشان تكون مثيرة للاهتمام، لان شخصيتها لو اتقدمت بالشكل الصح تقدر تشيل قصة كاملة لوحدها وتخطف اهتمام الجمهور من اول ظهور ليها لاخر دقيقة على الشاشة. وبنكون خلصنا كلامنا في الفيديو، وسؤالي ليك ايه اكتر شخصية من سوبر جيرل حبيتها؟ وبس كده، لو عجبك الفيديو عجبك المحتوى اعمل لايك واشترك في القناة، وسلام.